السلام عليكم. بدون مقدمات غادي ندخلوا في صلب الموضوع مباشره. درت واحد الفيديو على الطريقه الكركريه وعلى داك البدع وداك الممارسات اللي كيديروها اللي ما كاينه لا في القران ولا في السنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا به شي كركريين كينتميوا لهاد الطائفه الكركريه ما عجبهمش الحال، فناضوا بداو كيديروا عليا فيديوهات وكيحطوا عليا منشورات في الصفحات ديالهم. ولكن سوف نجيب هذا المدعي يعني أيوب، وحطوا التصويره ديالي وكتبوا عليها واحد الجريده ديال الكذوب واتهموني بالتكفير والتطرف. هاد شويه عليكم اخويا تكالماو، اشنو طاري غولاكس ياك كتقولوا على ان الطريقه الكركريه كتعلمكم كيفاش تكونوا مهدنين وكتحكموا في الاعصاب ديالكم. شويه ديال الهدنه اسمع معايا مزيان اشنو كتبوا، راه قلت لكم هاد الناس هاربين. قال لك سيدي: كيف لامثال هذا المتطرف طليق صريح في بلاد تحارب التطرف والمتطرفين، وهو يكفر طريقه صوفيه معترفه ملتزمه باساسيات المذهب المالكي والعقيده الاشعريه والتصوف الجنيدي. كيف لهذا ان يضرب عقيده المغرب الشريف واعراض المنتمين الى هذه الطريقه ويرميهم بالشرك والذبح لغير الله، ويريد اخراجهم من كونهم مسلمين في بلدهم ولا يتم توقيفه. سيروا تفرجوا في الفيديو اللي حطيت. نتحداكم ثم نتحداكم تجبدوا لي كلمه واحده كفرت فيها شي حد، اولا جمله واحده نعت فيها شي واحد بالكافر، اولا خرجت فيها شي واحد من الاسلام. الكذوب بعدا كتعطيوها 10 ل0. انا قلت على ان الطقوس والممارسات اللي كديرهم الطريقه الكركريه بدع وما كاينين لا في السنه ولا في القران ولا ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم انه دارهم نهائيا. ونتحداكم عاوتاني تجبدوا لنا حديث او ايه من القران الكريم كتثبت على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيلبس لباس بحال قوس قزح وكان كيشد عصا في يده وكيجلس ينقص بهذه الطريقه، وحاشا ان تنسب هذه البدع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نقطه اخرى، هذا السيد كتب في ذاك المنشور على انني اكفر طريقه صوفيه معترفه ملتزمه باساسيات المذهب المالكي والعقيده الاشعريه والتصوف الجنيدي، وهذه براسها كذبه، وحنا غادي نوصلوا الكذاب حتى لباب الدار. حيت هذا السيد اللي كتب هذا المنشور يا اما كذاب يا اما ما قاريش اشنو هي الاساسيات والاصول ديال المذهب المالكي. ولا عرفتي انا غنختصر عليكم الطريق. الا دخلنا للسيت الرسمي ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في المغرب غادي نلقاوهم كاتبين بالحرف: نحى الامام مالك منح فقهاء اهل المدينه في الاصول التي بني عليها اجتهاده واتخذت بعده اساسا لمذهبه، والادله التي اعتمدها علماء المدينه في عمومها هي نفسها الأدلة التي اعتمدها غيرهم من أهل السنة والجماعة، واللي هي الكتاب اللي هو القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس، وهذه هي الأساسيات التي بني عليها المذهب المالكي. فالسؤال اللي غادي نطرحه على أصحاب الطريقة الكركرية وعلى هذا السيد اللي كتب هذا المنشور: أين هي الطريقة الكركرية في القرآن؟ وأين هي الطريقة الكركرية في السنة؟ وأين هي الطريقة الكركرية من إجماع العلماء؟ كتدخل الموقع ديالهم المذهب مالكي. فينك انت وفي المذهب المالكي؟ فينك انت وفي المذهب المالكي؟ إمام مالك رحمه الله دخل عليه قوم فقالوا إن أناسا يأكلون ويقومون فيرقصون ويذكرون، فقال له إمام مالك: أما جانينهم؟ قال لي: أما جانينهم؟ واش هادو مجانين؟ انا بعدا اول مره غادي نسمع بهذه القضيه، المبايعه عبر الهاتف. هذه بعدا راه ستاج الوحش. الو سي الشيخ ديالنا قدس الله سرك، ممكن تبايعني عبر الهاتف؟ مرحبا ولدي، مرحبا انا بايعتك، غدا غادي تشوف النور ديال الله وغادي تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يا قضاء. نقطه اخرى باش نختموا هذا الفيديو: هذا السيد اللي رد عليا بهذا المنشور ورد عليا بهذه الفيديوهات واضح وضوح الشمس انه ماشي مغربي، لان اللهجه ديالو ماشي د المغرب، غادي يكون يا جزائري يا تونسي. احنا ناخذوا الشيخ هذا واسطه، واش هي المشكل؟ ما هي المشكل؟ إذا هو كان الشيخ هذا إنسان من الصالحين، هنمشي أنا نضيع لساني العاصي وهنمشي لإنسان صالح يدعي لي. يعني لا درايه له بداك الشيء اللي كاين في المغرب، فقط سمع بالطريقه الكركريه. صحاب له راه الطريقه الكركريه هي المذهب المالكي، لاننا احنا في المغرب فعلا كنتبعوا المذهب المالكي، والمذهب المالكي ما خرجش على ما جاء في القران والسنه، وهذا الشيء راه مكتوب في السيت الرسمي ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. اما هذا الشيء ديال الطريقه الكركريه فراه ما كاين لا في السنه ولا في القران ولا في المذهب المالكي ولا في المساجد ديالنا في المغرب ولا في غيرها من الاماكن. والمهزله الكبيره ان هذا السيد اللي رد عليا يستدل باحاديث ما ثبتتش على الرسول صلى الله عليه وسلم نهائيا، بحال واحد الحديث كان كيستدل به على هذا الاختلاف ديال الطريقه الكركريه ديالهم. قال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلاف امتي رحمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اختلاف أمتي رحمة. فإذا أنت أنكرت على هذه الرحمة أنت أنكرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنكرت على هذا الذي يأخذ بالخلاف أنت أنكرت على رسول الله. أنت هذا الحديث حديث مكذوب ولا أصل له وما كاينش في كتب السنة وما عنده حتى شي سند. ما صحة مقولة اختلاف أمتي رحمة؟ أولا اختلاف أمتي رحمة ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن ينسب إليه، لأن الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام حرام. اختلاف أمتي رحمة هذا لا يصح يا أخي الفاضل، بل بعض العلماء أوصله إلى درجة الوضع، فقالوا حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث لا يصح. بارك الله فيك. وهذا كيبين على الضعف ديال الادله اللي عندكم، حتى باش تدافع على راسك وتشهد بشي ايات او بشي احاديث اللي هي مثبوته على الرسول صلى الله عليه وسلم ما كايناش. اما فيما يخص الرقص في المجالس ديال الذكر، سمعوا الشيوخ اشنو كيقولوا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقص بذكر الله سبحانه وتعالى؟ هكذا كان ذكر الله، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل الصحابة يرقصون بذكر الله. الرقص بذكر الله بدعة محرمة ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة. يجلس قوم في جماعة ثم يتمايلون ويقولون الله الله، واحد يقف في وسط الحلقة ثم يسخنوا فيقفوا كلهم يلفوا، واحد يلف معاهم. هذا من العبث ولا علاقة له بالدين. في الاخير محقق تنتقد اي فيديو حطيته عندي في الباج، ولكن الا كنتي غادي تنتقد بالحجج، ننتقد بالبراهين، وننتقد بشي حاجه اللي هي كاين. اما باش تهز التصويره ديالي وتحطها عندك في الباج وتكتب عليها التكفيري المتطرف، فانا ما كفرت حد، ما نعت شي واحد بالكافر. باش تجي وتحط عليا منشور وتكتب فيه التكفيري، كفر عبد اللي بغيتي، ماشي انا اللي غادي نحاسبك، الله عز وجل هو اللي غادي يحاسبك. ايوا اش غنقول لك، الله يسمح لك، ونسال الله الهدايه للجميع، ودمتم في امان الله.